تكريمنا للراحل الكريم عميد عائلات العتلات حج السيد إسماعيل عمر رحمة الله عليه. عاشرته أيام، كان محبا للقرآن ولحملة القرآن. وأقول لكم أن حامل القرآن الكريم له مكانة عند رب العالمين. عندما يموت قارئ القرآن الكريم أو حامل القرآن الكريم أو المحب للقرآن الكريم، يصعد القرآن الكريم إلى رب العزة تبارك وتعالى. اسمع عشان أتعلم أنا وإنت، اسمع علشان تعرف. عندما يموت قارئ القرآن الكريم أو حامل القرآن الكريم أو المحب للقرآن الكريم، يصعد القرآن الكريم إلى رب العزة تبارك وتعالى ويقول: يا رب، اللهم إني أسألك أن تشفعني فيه. يا رب أنا عايزك تشفعني في صاحب القرآن وفي حامل القرآن. فيرد عليه المولى جل وعلا ويقول له: قبلت شفاعتك. فيعود القرآن الكريم ليرقب بين الجسد وبين الكفن. وعندما يأتي إليه ملك يسأله يقول له: لا تخف ولا تحزن، سألت رب الشفاعة فشفعني فيه. ولذا عندما خلق الخلق تبارك وتعالى قال: فليختر كل منكم مهنته. كل واحد عايز مهنة يختارها. هذا اختار أن يكون طبيبا، وهذا عالما، وهذا مهندسا. فبقيت قلة من الخلق، بقي شوية صغيرين. فقالوا: يا رب عجزنا عن الاختيار فاختر لنا أنت، اختار لنا أنت يا رب. فاطلع الله على قلوبهم فوجدها أصفى وأنقى وأطهر القلوب. فقال لهم: وعزتي وجلالي أنتم حملت كتابي. اللهم صلاة وسلاما عليك دائمين متتاليين متتابعين متكاملين عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المصطفى صاحب الخلق الأسمى والمقام المحمود. اسمه على باب الجنة مكتوب: من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه ففي النار مكبوب. أول من تنشق عنه الأرض حيث النجاح أو الرسوب، ماء حوضه مسكوب، به تتعلق الآمال، وإلى مسجده تشد الرحال، وبالصلاة عليه تنفرج الكروب. برضو ما بتصلوش على النبي. كل ما نسمع اسم سيدنا النبي نصلي عليه. ما أجمل أن يتعطر هذا المكان بالصلاة على سيدنا النبي. بخيل بقى أنت وما بتصليش على سيدنا النبي. وشوف سيدنا النبي بيقول لك ايه؟ بيقول لك: 3 لا يرون وجهي يوم القيامة. قال لك في 3 هيحرموا من رؤية سيدنا النبي. فسئل: من هم يا رسول الله؟ قال: عاق والديه وشارب الخمر ومن سمع اسمي ولم يصلي عليه. فكل ما نسمع اسم سيدنا النبي نصلي عليه. وفي حديث آخر قال: أبخل البخلاء من يسمع اسمي ولم يصلي عليه. فاللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن حزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نضار ابن معد ابن عدنان ابن اسماعيل ابن ابراهيم ابن تارح، عليه وعلى جميع الانبياء صلاة وسلاما وعلى آل بيته الاطهار. يبقى نصلي على النبي ولا ما نصليش على النبي؟ اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله. يطيب اللقاء ويسعد هذا اللقاء ويسعد هذا المكان بوجود علمين جليلين وقارئين بارعين من اعلام القرآن الكريم، فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرج والشيخ الجميل الشيخ محمد ابو المعاطي. فهيا بنا لكي يتعرف
أكثر هذا المكان مع هذه التلاوة المباركة والتي يتلوها علينا عندليب قراء جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرك، فليتفضل مشكورا. صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. مدد يا رب. الصلاة والسلام. الله عليه وسلم. رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين. بالمؤمنين رؤوف فإن تولوا فقل حسبي الله فقل حسبي الله لا إله إلا هو
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. تعليق يفتح عليك. الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. صلوا على سيدنا النبي. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي سبحانك يا رب. كرمنا عليك يا رب. عليك. ايوه الاداء ده ربنا يحافظ عليك. كتر يا حبيبي. عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سيدنا الله عليك. يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را.
الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. يا سلام عليك يا دكتور. سيدنا عبد الناصر ربنا يزيدك يا حلال. قرآن طعمه لذيذ. بسم الله الرحمن والنبي أحلى من العسل. صلوا على سيدنا النبي. خش على يونس. خش. بسم الله ملك المقامات. عارف المقام بروح فين وينتهي ازاي؟ لا لا لا. فإن تولوا فقل حسبي الله فقل حسبي الله فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش نعم. فإن تولوا فقل حسبي الله فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك
ربنا يزيدك من فضلك. صلوا على سيدنا النبي. أكان للناس عجبا أكان للناس عجبا أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم إن ربكم يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. صدق الله العظيم.
بسم الله. ذلك الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم انت مصلح سكر نبات يا دي الحلال. ذلكم الله ربكم فاعبدوه ذلكم الله الله ربكم ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا ربنا يحافظ عليك. صلوا على سيدنا النبي. ربنا معاك حلاوه والله. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. سلم يا رب. يا عيني. لا تتكلم. هو الذي جعل الشمس هو الذي جعل الشمس ضياء
هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. يا اخي مزاح واحد يا حاج ما سميتوش والله ما احنا سايبين. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق. يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. سلم يا رب سلم يا رب سلم. نعم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. يا أستاذ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم
الله يزيدك يا رب. الله أكبر. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. يا سلام. الله الله. نعم. حتى الحتة يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. يا رب إن ذنوبي في الورى كثرت وليس لي من عمل في الحشر ينجيني، وقد أتيتك بالتوحيد يصحبه حب النبي وذاك الفضل يكفيني. يا رب إني قد سعيت لرؤيتك، فهل يا ترى تلك الرؤى تتحقق؟ الناس تذهب كل عام مرة وأنا هناك على الدوام أحلق. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الذاكرين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي عطر بها آذاننا هذا العلم القرآني الكبير ونجم اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي الذي دائما وأبدا تتشرف به إذاعة القرآن الكريم. هذا العلم القرآني والعلم الإذاعي الشهير الذي أثبت للعالم أجمع أنه قبل أن يكون قارئا فإنه عالما في دولة التلاوة. فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر
ناصر حرس نجم اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي. كانت هذه التلاوة القرآنية المباركة ضمن فقرات ليلتنا المباركة التي تقام تكريما للراحل الكريم الذي رحل عنا في هذا اليوم الطيب المبارك، سائلين المولى في علياه أن يتغمده في واسع رحمته. نيابة عن الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة وجميع عائلات العتلات، يتقدم الأستاذ الدكتور علي عبد الحليم المدير العام للبرامج الدينية بالتلفزيون المصري، ويتقدم الحاج محمد اسماعيل عمر، ويتقدم الأستاذ الحاج اسماعيل محمد اسماعيل عمر، ويتقدم الأستاذ أحمد السيد اسماعيل عمر، الأستاذ محمد السيد اسماعيل عمر، يتقدمون إلى كل من واساهم في هذا العزاء بخالص الشكر والتقدير، وإلى كل من جاء وحضر من القيادات الشعبية والقيادات السياسية والتنفيذية، وكل من جاء من السادة من رئاسة مجلس مدينة كفر صقر ومن مركز ومدينة كفر صقر، سائلين الله له الإجاب والقبول. شاكرا كبرات الصوت الداخلية والخارجية والهندسة الصوتية تحت قيادة الشركة الكبرى للصوتيات لصاحبها المهندس سامي حسن، والمقيم ببني عبيد بمحافظة الدقهلية. من داخل هذا الصراط الذي تلألأ وتجمل وتزين عبر أسير إحدى مخازن الفراشات الكبرى والإنارة الكهربائية الممتازة وصاحبها أبو عدمان تحت إدارة الأستاذ محمد السيد عدمان، كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير للمهندس الأستاذ فتحي طنطاوي والمقيم بأبو كبير صاحب الفراشة الكبرى. تقدم بخالص الشكر إلى الخدمات الفندقية الممتازة وقصور الضيافة الكبرى التي دائما وأبدا تقوم بواجب الضيافة على أكمل وجه تحت قيادة أولاد الموردي وصاحبها المهندس الأستاذ محمد حافظ والمقيم بالموردية مركز ومدينة كفر صقر. وتنا إخوة الإيمان والإسلام، إلى هنا ينفصل الإرسال على أمل أن نلقاكم بعد صلاة العشاء مباشرة. أترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.